رفض الأمن الجزائري تمرير أمتعة الفريق البرتقالي، وهو متعارف أن خارطة المغرب معترف فيها في الأمم المتحدة. هما مصممين أن يلعبوا بالأقمصة تاعهم اللي موجود عليها الخريطة. كانوا يعتقدون أنهم سيتعرضون للسب والشتم، لم يتوقعوا أبدا أن يستقبلوا هكذا استقبال. المغاربة أهل الجود والكرم. إن شاء الله غادي تكون واحد الاستقبال حار لاتحاد العاصمة. حنا رحنا ماشي بحالهم. قمت بالحجز على أمتعة اللاعبين وبقي كل الفريق في المطار في واقعة أقل ما يقال عنها عيب وعار. شعارات خادعة ومعاملة سيئة. كان بإمكان المغاربة رد الصعصعين، لكن هذا ليس من شيم الشعب المغربي. الجماهير المغربية كما عرفت ديما كترحب بالضيوف، بلاد الكرم، كنرحبوا بجميع الضيوف. حفاوة كبيرة في استقبال الفريق الجزائري، استقبال بالورود والتمر والحليب، ترحيب بفريق ولاعبين ليس لهم أي ذنب فيما حصل. لو سألت أي إطار جزائري عن المغرب فكن متأكد أنه سيحدثك عن حفاوة المغاربة في استقبال ضيوفهم. استقبال لاباس، حي نشكرهم على الاستقبال، شكرا جزيلا على الاستقبال، والله أخوة ما فريمون سيت ان اكوي فراترنال. نهضة بركان ذهبوا للاعبي كرة القدم فوجدوا أنفسهم أمام سيناريوهات لم تكن في الحسبان. فريق صغير زعزع أمن واستقرار دولة بأكملها على حد قول صحافتهم. خطيط مدبر لزعزعة زعما في السياسة تاعنا. نظن هذه الحاجة ما يحجز لهم على خير. شو قال؟ ليس من حق نهضة بركان أن تلعب بالقميص الذي عليه خريطة المملكة المغربية. غضب عارم من بعض أطر الفريق الجزائري. ضيف جاء إلى الجزائر ممكن بنوايا أخرى. الخبر تناقلته مختلف المحطات والصحف العالمية. الكاف أنصف الفريق المغربي الذي غادر الجزائر مرفوع الرأس، إيمانا منهم أنهم لم يرتكبوا أي خطأ. ليس من حقكم أن تفرضوا علينا أن نلعب بقميص من اختياركم. إنه قميصنا وإنها مغربنا وخريطتنا المصادق عليها من طرف الكاف والهيئات الدولية، فبأي حق تحجزون أمتعتنا وتفرضون علينا اللعب بقمصان من اختياركم؟ سنغادر برأس مرفوع. النتيجة انتصار ب3 أهداف مقابل لا شيء. أهداف مسجلة باسم خريطة المملكة المغربية الشريفة. العنوان العارض لهذا الأسبوع: قميص بركان يزعزع استقرار دولة بأكملها. السؤال المحير: متى سيستيقظ الشعب الجزائري ويدرك أن الحقيقة تختلف عما تتناقله صحافتهم؟ متى سيدرك الشعب الجزائري الطيب أن المغرب شعبا وقيادة تتمنى لهم الخير والازدهار؟ ازدهار شعب ودولة هو ازدهار لقارة بأكملها، دول وكيانات عظمى مشغولة بتحقيق إنجازات لشعوبها، وأخرى نتمنى والله أن تخرج من سباتها. أراكم فيديو قادم بإذن الله. الله المعين.